السلام عليكم ورحمة الله، معكم أم ياسين في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال التيراميسو اللي كتجي أكثر من رائعة وزوينة بزاف في هذا الشهر الكريم، كتجي زوينة في وقت الفطور وحتى في وقت السحور. نتمنى تعجبكم. التيراميسو اللي كتجي طبقة ديال البسكويت وطبقة ديال الكريمة اللي كيجي بنين وزوين بزاف. نتمنى تعجبكم. دابا غادي نقطع لكم واحد الطريفه باش تشوفوا الداخل ديالها كي كيجي. هذا هو الشكل ديالها بعد ما قطعتها، كتجي زوينه بزاف وكتجي بارده ومنعشه ولذيذه بزاف. نتمنى تعجبكم، وما تنساوش تصليوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو في المقادير وطريقه التحضير. هو الاول كنبدا في الكريمه السائله، كنديرو لتر الى ربع في المول ديال العجانه فاش غنطربوها، ولا الا عندكم الضراب العادي يمكن لكم تضربوا به الكريمه ديالكم. صافي غادي نجهد الضرابه ديال العجانه باش كيطرب ليا مزيان. بعد ما طربنا الكريمه السائله هانتوما شوفوا القوام ديالها كي كيجي، كتجينا عاقده مزيان. دابا غادي نوجدوا الخليط اللي غادي نديرو في الكريمه السائله. كنحتاجو هنا البطاطا ديال الجبن، من بعد كنضيفو الساشيه ديال الفلون من نكهه الماوز اولا كتضيفو ديال الفاني اللي بغيتو، وكنضيف القشره ديال الحامضه محكوكه والعصيره ديالها. صافي كنخلطوا كلشي، كنطربوا كلشي حتى كيتخلط لي هذا الخليط مزيان. من بعد كناخذوا ديك الكريمه السائله اللي طربناها، كنديروا شويه بشويه فوق هذا الخليط وكنخلطها حتى كيتجانسوا ليا مع بعض. كندير شويه بشويه هكا وكنخلط. كندير شويه شويه هكا وكنخلط حتى كيتخلطوا ليا المقادير مزيان. بعد ما خلطنا الكريمه دابا خدينا المول فاش غنديروا التيراميسو. عندي هنا هذا البسكوي اللي كيجي بحال النوع هذا، ولا نتوما اي نوع عندكم يمكن لكم تستعملوه، ولكن هذا كيجي زوين بزاف في التيراميسو. من بعد كنغطسوه في الحليب هكا اللي كيكون بارد وكنقادوه في المول. كنبقى مستمرين بحال هكا حتى كنقادوه كامل. بعد ما قدينا الطبقه ديال البسكويت دابا كنديروا الكريمه فوق منها. كنبقى مستمرين بحال هكا حتى كنغطي داك البسكوي اللي عندي كامل. من بعد كنقادو ديك الكريمه حتى كتقاد ليا مزيان، تسطح مزيان، وكنورك عليها هكا شويه باش ما يكونش الخوا في الوسط ديالها، تكون ليا مقاده مزيان. عاوتاني كنديرو الطبقه ديال البسكوي اللي كنغطسوه في الحليب وكنقادوه فوق الكريمه حتى كنسالي الكميه اللي عندي حتى كنقادوه مزيان في الوجه ديال الليمون حتى كنعطيو ديك الكريمه كامله. من بعد كناخدو ديك الكريمه اللي درناها في البوش، عاوتاني كنديروها بحال هذا الشكل هكا، كنمديها وكنجيبها حتى كنعطي داك البسكوي. من بعد كنقادو ديك الكريمه حتى كنقادها مزيان. بعد ما كنقادوه دابا غادي نخليه شويه في المول فاش غنديروا الكلاصاج. دابا بعد ما قديتها دابا غادي نحطها في الثلاجه حتى كتبرد ليا مزيان، وغادي نمشي نوجدوا الكلاصاج. بعد ما درناها في الثلاجه دابا حطيت الكاسرونه، غادي ندير فيها كاس الا ربع ديال العصير الحامض، كاس الا ربع ديال الماء، نص كاس ديال السكر سنيده، معلقه كبيره عمره مزيان ديال النشا اولا مايزينا. صافي كنطربوا كلشي حتى كيطرب ليا هذا الخليط مزيان. بعد ما طربتها مزيان درتها فوق البوطه، ديتها فوق البوطه، العافيه كتكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كتغلى لينا الكريمه.
بعد ما طفيت ليها دابا غادي ندير ليها 2 معالق كبار ديال الزبده. انا درت الزبده العاديه وانتم اي زبده عندكم يمكن لكم تضيفوها حتى ديال البوطه. كنحركوا الزبده مزيان حتى كتذوب ليا في هاد الكريمه. من بعد كنضيف ليه شويه ديال الملون الصفر وكنخلطوه باش كيجي اللون ديالو زوين. بعد ما خلطناه غادي نخليه دابا حتى كيبرد ليا واحد شويه. بعد ما برد ليا واحد شويه دابا كنكبوه فوق الكريمه حيتاش ما خصناش نخليوه حتى كيبرد عاوتاني بزاف حيتاش غادي يجينا قاصح. الا كبينا عاوتاني فوق الكريمه ما حد هو سخون غادي يذوب لينا الكريمه. كنخليه حتى كيكون لينا دافي. بعد ما غادي نقاد الكلاصاج غادي ندخلها للثلاجه حتى كتبرد ليا مزيان لمده ديال ساعتين المكانه. كما كيمكن لكم تخليوها النهار كامل. من بعد شوفوا الشكل ديالها النهائي بعد ما كتبرد. هذا هو الشكل ديالها النهائي بعد ما بردات. زينتها بشويه ديال الشرائح ديال الحامض وشويه ديال الورق ديال النعناع. كتجي زوينه بزاف وكتجي اكثر من رائعه. هانتوما شوفوا كتجي الطبقه ديال البسكويت والطبقه ديال الكريمه اللي كتجي اكثر من رائعه وكتجي بارده في هذا الشهر الكريم. كتجي في وقت السحور زوينه وحتى في وقت الفطور. نتمنى تعجبكم. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وبارطاجيوها مع صحاباتكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.